إيران عملت خطوات مذهلة قلبت الموازين كلها لصالحها وسجلت كذا هدف مبهر في الغرب قدام العالم كله. وخلي بالك الإعلام الغربي مش عايزك تعرف اللي جاي ده. أول خطوة كانت حركة دبلوماسية صايعة ومحدش توقعها خالص. إيران من كام ساعة فاتوا استدعت سفراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واللي دولهم كان بقالها شهور بيهاجموا في إيران، وإعلامهم عمال بيشوه في صورتها من ساعة المظاهرات ما بدأت، وبيقولوا إن النظام الإيراني بيقتل المتظاهرين. طب استدعوهم عملوا إيه؟ الخارجية الإيرانية دخلت السفراء قاعة وقعدتهم فيها قدام شاشة كبيرة، وبعدين شغلت قدامهم مقاطع عنف واشتباكات وحرق بيقوم بيها مجهولين وملثمين موجودين على الارض في وسط المتظاهرين، وهم اللي بيشعللوا الدنيا وبيقتلوا الناس وبيقتلوا الضباط كمان، وبنسبه 99% دول عملاء متخفيين من الموساد. وبعد المشاهد ما خلصت قالت لهم بصريح العباره اللي بتدعموه ده مش احتجاج سلمي، واعتباركم رسميا انه مظاهرات سلميه هو تدخل مباشر في امننا الداخلي لدعم مخربين ضد نظام الدوله. وبكده الحركه دي فجاه قلبت السرديه كلها وحولت ايران من طرف متهم لطرف بيواجه الغرب برواية مضادة وشواهد قدام عينه. بعد ما كانت إيران بتموت المتظاهرين بقت إيران بتحافظ على البلد وفي مخربين مندسين بيقتلوا الناس، والموضوع ما وقفش هنا. بعدها مباشرة إيران نقلت اللعب من الصالات المغلقة للشارع. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان نزل بنفسه وسط مظاهرات ضخمة جدا مؤيدة للنظام في قلب طهران، مظاهرات أعدادها وصلت لملايين حرفيا من كل فئات وطوائف الشعب. الصورة دي كان تأثيرها تقيل جدا، رفعت معنويات أنصار النظام وزودت الحشد المؤيد، وفي نفس الوقت كسرت زخم المظاهرات المضادة اللي فجأة بدأت تتراجع، وفي أنباء كتير بتقول إن أعدادها قلت بالفعل كتير جدا من امبارح. وبكده فالضغط اللي كان متراكم على النظام اتنقل فجأة للجانب التاني، وبقى المشهد باين فيه بوضوح إن الدولة مش لوحدها وإن في شارع كبير جدا واقف وراها. التحركات دي كلها بقى انعكست على المشهد السياسي والدبلوماسي بره وغيرته بالكامل. فجأة نسمع واشنطن النهارده الصبح بتخفف لهجتها وبتتكلم عن دعوة إيران للتفاوض حول برنامجها النووي، وتقارير بتتكلم عن إن الجيش الأمريكي أبلغ ترامب إنه غير جاهز لتوجيه الضربة لإيران حاليا، ولسه عايزين يعرضوا عليه خيارات للضربة الجاية. هل ده حسن نية؟ محدش يضمن، بس هل ممكن يكون خداع استراتيجي؟ وارد جدا جدا، وفي رأيي بنسبة أكتر من 90%. بس السياسة ما بتتحسبش بالنيات بل هي بتتحسب بالتوقيت، وإيران هنا نجحت بشكل مذهل في إنها تغير نبرة التصريحات الأمريكية من تهديد وتصعيد مباشر بقالهم أيام بيعملوه لهدوء محسوب زي ما حصل النهارده الصبح، وده في حد ذاته هدف سياسي مبهر اتسجل في وقت قاتل. وفي الخلفية بقى الموقف الإسرائيلي كمان كاشف جدا. من شوية طلعت تقارير إخبارية بتقول إن التقديرات الأمنية للجيش الإسرائيلي أوصت بعدم الدخول في مواجهة مع إيران دلوقتي وعدم توجيه ضربة مع رفع حالة الجاهزية والاستعداد. يعني الصهاينة شايفين إن ضرب إيران دلوقتي هيبقى لصالح الإيرانيين. الخلاصة بلغة الكورة إن إيران كانت بتستقبل هجوم عنيف وفجأة صححت صورتها قدام العالم كله وقدام أوروبا، ونزلت بثقلها الشعبي في الشارع وأجبرت المظاهرات المعارضة على التراجع نسبيا. أجبرت أمريكا تهدي اللعب وجمدت القرار الإسرائيلي مؤقتا، بس ممكن يكون خداع استراتيجي. كل دي انتصارات دبلوماسية حصلت في يوم واحد.